كمية الأكاذيب والمعلومات المغلوطة بمجتمع البي سي والتجميعات مرعب، وبعضها ممكن يخسرك فلوس أو يخسرك أداء، فخليك وياي حتى تتجنب هاي الأكاذيب وما تضيع لا فلوسك ولا فريماتك. السلام عليكم. سويت هذا الفيديو بناء على بعض التعليقات اللي قرأتها على فيديوهاتي أو فيديوهات غيري اللي شفت بيها معلومات خاطئة، وخاصة للناس الجديدة على البي سي حسيت الموضوع مهم ولازم أوضح بيه هاي المعلومات. وأول كذبة عندنا لليوم: معالجات انتل أفضل، لا تاخذ رايزن. راح أسولف لك القصة كاملة وراء هاي الكذبة، وراح أشرح لك ليش وشنو هو الجواب الصح وشنو السبب انه هواي من الناس تعتقد انه هذا الكلام لا يزال صحيح. بالتسعينات وقبلها كانت شركة انتل مستحلة على السوق، وكانت معالجاتها هي الاكثر مبيعا والافضل من معظم النواحي. بهاي الاثناء شركة AMD كانت دائما الخيار الاقل جودة من انتل، كانت معالجاتها اما اضعف او سعرها اغلى او حرارتها غير مستقرة، فكانت انتل بالصدارة من ناحية المعالجات بالتسعينات وقبل التسعينات. بس هالشي تغير ببدايات الألفينات لما AMD أطلقت معالجات Athlon 64 اللي كانت أفضل من Intel Pentium 4 في وقتها. بس بعدها AMD رجعت وتشفصت بالوضعية ونزلت معالجات Phenom و FX اللي خسفت بسمعة AMD، وصرنا نسمع من كل الخبراء بالألفينات وبداياتها إنه Intel أفضل من AMD. فهذا هو مصدر جملة Intel أفضل من AMD، لأن فعلا إذا تقارن معالجات Intel بالتسعينات ومعالجات FX وفينوم مع معالجات Intel، فنعم Intel أفضل بمراحل. سنة 2017 هذا الموضوع اتغير لما AMD أطلقت أول جيل من معالجات رايزن، اللي مو بس رجع AMD للمنافسة، برأيي الشخصي AMD قدمت معالجات أشوفها أفضل من انتل. الجيل الأول من رايزن كان يقدم أداء أفضل بسعر أقل، وخاصة بالألعاب. ومن سنة 2017 من الجيل الأول من معالجات رايزن وإلى الآن لا تزال AMD بمعالجات رايزن تقدم قيمة مقابل سعر وأداء خرافي. فإنتل و AMD حاليا اثنينهم شركات جدا قوية وتقدم منتجات ومعالجات حيل قوية. أي واحدة منهم أفضل؟ هل معالجات رايزن أفضل من معالجات إنتل؟ ولا معالجات إنتل أفضل من رايزن؟ الجواب لا، كل معالج وكل جيل يختلف. فهسه لو تقولي على سبيل المثال كور اي 5 9400F ولا رايزن 5 2600 او رايزن 5 3600، راح اقول لك بكل سهولة الرايزن 5 2600 او 3600، لان لو اخذت رايزن 5 2600 او 3600 راح تقدر بسهولة تغير المعالج احدث منه بجيلين الى 3 اجيال. بينما لو تقارن بين كور اي 5 12400F مع رايزن 5 5500 او 5600 في حالة المونتاج، راح اقول لك الكور اي 5 12400F افضل. بس اذا عندك العاب الرايزن 5 5600 افضل. فالموضوع يعتمد على المعالج نفسه مو على الشركة. دائما يا شباب لا يكون عندك تحيز لأي شركة، سواء انتل، AMD، ASUS، جيجا بايت، لا يكون عندك هذا التحيز. فقط كون الشركة جيدة وممتازة ومعروفة لا يعني ان كل منتجاتها خرافية، وكون شركة جديدة او سوت فد غلط معين لا يعني انه هاي الشركة راح تظل سيئة طول الحياة وكل منتجاتها سيئة. برأيي الشخصي وبرأي معظم الناس اللي أعرفها بهذا المجال، رايزن معظم الأحيان يكون الاختيار الأفضل، كون أغلب الناس مهتمة بالألعاب أكثر من المونتاج وغيره من الأعمال، وكون منصات AMD سعرها نوعا ما أفضل، تقدم لك أداء أعلى مقابل السعر اللي تدفعه، وقابلية التطوير عندهم أفضل من انتل. بس مثل ما ذكرنا هذا الشيء مو دائما، بعض الأوقات انتل تتغلب، بعض الأوقات رايزن تتغلب. فالموضوع يعتمد على المعالجين اللي تقارنهم، ويعتمد على هدفك من التجميعة. هل هدفك المونتاج أم الألعاب ولا اثنينهم؟ وأي واحد عندك هو الأهم؟ هل الألعاب عندك أهم من المونتاج ولا المونتاج عندك أهم من الألعاب؟ هل تفضل قابلية تطوير وإلى آخره من الأمور اللي راح تحدد شنو المعالج اللي يفيدك. الكذبة الثانية اللي عندنا لليوم: كرت شاشة داخلي مساحته 4 جيجا، كرت شاشة داخلي مساحته 8 جيجا، كرت شاشة داخلي مساحته 12 جيجا. يا اخوان، كرت الشاشة ما دام داخلي مساحة هذا الكرت هي عبارة عن الرام اللي انت حاطه.
راح تقول لي شلون؟ كرت الشاشة اللي مدمج بداخل المعالج لا يحتوي على ذاكرة خاصة به، لا يحتوي على في رام. المساحة مال كرت الشاشة الداخلي ياخذها من الرام. فمثلا انت عندك 12 جيجا بايت رام، 4 ممكن ياخذها هذا الكرت، فيصير عندك كرت شاشة داخلي يحتوي على شيرد ميموري، يسموها شيرد ميموري لان هو دا ياخذها من الرام مو خاصة به، وصار عندك مساحته 4 جيجا. فاذا تحط على سبيل المثال رام 16 راح يصير عندك كرت شاشة داخلي مساحته 6 جيجا. هل هذا الشيء معناه انه هذا الكرت الشاشة الداخلي صار بقوة RTX 3060؟ طبعا لا. مساحة الكرت او الفي رام مالته هي احد العوامل اللي تأثر على الاداء، وليس العامل الوحيد. عندك عوامل ثانية مثل الأنوية اللي موجودة به، سرعة هاي الأنوية، والعديد من الأمور مثل المعمارية، دقة التصنيع وغيرها اللي تأثر على أداء كرت الشاشة. فنعم، الفي رام أو مساحة الكرت هي أحد العوامل المهمة، بس هي مو العامل الوحيد حتى تحكم على أداء الكرت. وبالنسبة للكروت الداخلية فمهما زيدت الرام مالتك ومهما زادت الشيرد ميموري مال هذا الكرت الداخلي راح يظل أداءه تقريبا نفس الشيء. حتى أوضح لك الفكرة، تخيلوا وياي أنه عندك سيارة تعبانة وحطيت بمكان الأربع مقاعد 6 مقاعد، ممكن تستفاد من هذول المقعدين الزيادة. بس لو حطيت 60 مقعد فالسيارة على الأغلب راح تلطم، السيارة ما راح تستفيد ولا أنت راح تستفيد من هاي كمية المقاعد المهولة، لأن محرك السيارة تعبان. فتخيلوا وياي أنه الفي رام أو مساحة الكرت هي عدد المقاعد، وبقية العوامل مثل مواصفات الكرت، الأنوية اللي بداخله، هي محرك السيارة والجير مالتها والى آخره. الكذبة رقم 3: لا تطفي البي سي من زر التشغيل، راح ينفجر، راح يخرب النظام، وراح تنطرد من البيت، راح تدمر حياتك، وراح تظل وحيد طول حياتك. هاي المعلومة نعم صحيحة قبل عشرات آلاف تريليونات السنين، لما كان شكل البي سي عبارة عن بوتيتا مصبوغة أبيض. بهاي الأوقات كان التواصل بين الهاردوير والسوفتوير ضعيف، فلما تدوس دقمة الباور اللي يصير انه تنقطع الكهرباء بشكل مباشر عن البي سي. بينما حاليا وتقريبا اخر 30 سنة 40 سنة صار التواصل بين الهاردوير القطع والسوفتوير البرمجيات والنظام اقوى. بالتالي لما تدوس دقمة التشغيل اثناء ما البي سي يشتغل، اللي يصير انه يطفى عندك البي سي بشكل نظامي، ما تنفصل عنه الكهرباء مباشرة كما كان في السابق. فلو البي سي مالتك عمره اقل من 50 سنة عادي طفيه من دقمة الباور ولا تخاف. الكذبة الرابعة اللي عندنا اليوم: رام أكثر يساوي أداء أفضل. يا شباب، البي سي مو علبة تمر وكل ما زاد التمر يعني أفضل. البي سي جهاز كل قطعة بيه لها دور وكل قطعة بيه لها أهميتها. الرام هو عبارة عن ذاكرة سريعة مؤقتة يستعملها المعالج حتى يخزن ملفات التطبيق أو اللعبة اللي أنت فاتحها، حتى لما تنطي أمر للبرنامج أو اللعبة المعالج ينفذ لك هذا الأمر بأسرع وقت ممكن بدون ما يضطر أنه يروح للهارد أو ال SSD اللي راح يكون سرعتهم أقل من الرام. فبس هذا هو هدف الرام. هدف الرام هو تخزين سريع مؤقت للمعالج حتى ما يضطر أنه يروح 70,000 كيلومتر إلى التخزين الرئيسي مالتك، يقدر بلمح البصر ياخذ ملفات من الرام. نرجع لأمثلة السيارات. لو عندك 4 أشخاص وحابب تنقلهم إلى مكان معين من نقطة A إلى نقطة B، سيارة عادية راح تكفي لهذول ال4 أشخاص بكل راحة. فماكو أي فائدة أنك تروح وتجيب باص كامل أو تجيب طيارة حتى تنقل بيها 4 أشخاص كان من الممكن أن تنقلهم بسيارة بكل بساطة. أختصر لك هاي النقطة: 16 جيجا بايت لا تزال كافية لأغلب الناس، بس في حالات معينة ولبعض الناس 32 جيجا بايت هي الأفضل. وهالفترة بدينا نشوف ويا الأجيال الحديثة من انتل ومن رايزن بالDDR5 إنه الستاندر الجديد بدأ يصير ال 32 جيجا بايت مو 16. بس برأيي أشوف 16 جيجا بايت لا تزال كافية لأغلب الناس. فإذا رامك 16 أمورك أوكي، وإذا رامك 32 فأمورك 100%، وإن شاء الله ما راح تواجه أي مشاكل من ناحية الرام. معلومة سريعة عن الرامات قبل لا ننتقل للكذبة الخامسة اللي عندنا اليوم: أصحاب المونتاج اللي عندهم مونتاج ثقيل بدقة 4K وساعات طويلة أو فريمات 60 أو أكثر يحتاجون رام أكثر، لأن حجم هاي الفيديوهات يكون جدا جدا ضخم. فنعم، إذا ناوي تسوي فيلم 4K مدته 50 ساعة
على الأغلب راح تحتاج رام أكثر من 32 جيجا بايت. بس 99.9% من البشر اللي أنا أعرفهم وأنا منهم ما نحتاج مساحة أكثر من 32 جيجا بايت. الكذبة الخامسة اللي عندنا اليوم هي نوعا ما كذبتين مو كذبة واحدة. الأوفر كلوك والألعاب يقللون من عمر البي سي. بالنسبة للألعاب فهذا الكلام غلط. الألعاب ما راح تخلي عمر البي سي أقل. البي سي وخاصة القطع الحديثة مصممة أنه تتحمل أنواع وأشكال الألعاب والبرامج الثقيلة، وتقريبا كل القطع سواء معالجات أو كروت بيها تقنية اسمها ثيرمال ثروتلينج أنه تقلل من سرعتها واستهلاكها للطاقة في حالة ارتفعت درجة حرارتها فوق درجة حرارة معينة. على سبيل المثال كروت الشاشة أغلبها لما تبدأ حرارتها توصل فوق 95 درجة تبدأ تقلل من سرعتها وتقلل من استهلاكها للطاقة حتى تقلل حرارتها. فكل قطع البي سي مزودة بأنظمة حماية مشابهة للثيرمال ثروتلينج أو الثيرمال ثروتلينج نفسه. فموضوع أنه الألعاب تقلل من عمر البي سي معلومة خاطئة. هسه نجي الكسر السرعة. نعم كسر السرعة يقلل من عمر البي سي بس بكمية تكاد تكون غير ملحوظة. لو سويت كسر سرعة ثقيل جدا بتبريد سيء هالشي ممكن ينتج عنه مشاوي كباب وتكة وغيرها من المشاوي. بس لو سويت كسر سرعة معتدل بكمية منطقية والتبريد عندك جيد ودرجات الحرارة عندك مستقرة فالفارق اللي راح يصير عندك بعمر القطع شبه غير ملحوظ. على سبيل المثال لو عمر القطعة 12 سنة وسويت كسر سرعة معتدل راح يصير عمرها 10 أو 11 سنة. فلا، كسر السرعة بكمية معتدلة ما راح يقلل لك من عمر القطع بالشكل اللي انت متخيله. نعم راح يقلل بس ما اتوقع اي واحد يشوف الفيديو حاليا ناوي انه يخلي البي سي مالته الاكثر من 10 سنوات. اغلبنا راح يطور البي سي مالته بعد 5 إلى 6 سنوات او اقل. فبس والله اتمنى تكون استفدت من هالفيديو او غيره من الفيديوهات. شكرا على دعمكم، نشوفكم بالفيديو الجاي.